السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك دكتور سعيد؟ الحمد لله نحمد الله. طبعا انا عايز اقول لك ان انا النهارده بتشرف بحضرتك، وانا بجد يعني شرف لينا كده. ده انا مبسوط جدا ان انا قاعد قدام حضرتك النهارده. انا عايز اقول لك سر انا ما قلتلكش قبل ما نصور، تمام كده؟ احنا قعدنا نتكلم شويه، بس انا عايز اقول لك ان انا سالت اصحابي قلت لهم انا عايز عمده الصيادله، احنا هنا في مصر بنسميه عمده الصيادله العرب في فيرجينيا اللي هو اقدم صيدلي، دي حقيقه اقدم صيدلي في فيرجينيا موجود. ممكن فيهم اقدم مني، انا عندي 9 سنوات فقط شغال. تمام. هو يمكن حضرتك من خبرتك اللي موجوده وسمعنا عنها، واللي انت بتساعد كل الناس بصراحه. حضرتك ما شاء الله بقالك 22 سنه في امريكا، صح كده؟ تمام. انا عايز اقول لك الاول خلينا نتكلم عربي احسن عشان الزملاء يسمعونا. هنحاول ولا لو عايز نتكلم انجليزي اتس اوكي؟ ما في مشكله. فرنش، بص انا ليتل بيت فرنش انا مش قدك لا ما تحمل هم. تمام يا دكتور، خلينا نتكلم عربي فصحى شويه. الحاجه اللي انا مش هفهمها قول لي، انت بتفهم الاكسنت بتاعت مصر؟ لا نفهم الاكسنت بتاع مصر، اتفرج على فيديوز وكده اتس اوكي يعني؟ ما في مشكله يعني. ماشي يا ريس. تمام. انا عايز ابدا الاول، طبعا هو حضرتك تعرف نفسك الاول للزملاء، واحنا عاملين الفيديو الاولاني بنتكلم على قانون مزاوله المهنه الصيدله في امريكا، كانها دوله ريفرنس طبعا بالنسبه لنا او مرجعيه. اتفضل حضرتك الاول عرفنا بنفسك. انا اسمي سعيد بكرشه من الجزائر. تمام. جيت لامريكا في 1993 تمام. عن طريق اللوتري يعني جرين كارد. الحمد لله يعني حصلت الشرف ان درست هنا واخذت يعني دبلوم والشهاده تاع الفارماسي. هاي هنتكلم بقى في قصه حياتك الجميله اللي انت حكيتها لي، ولسه هنعرف عنها حاجات كتير يعني انا عندي يعني نصيحه ولا يعني توجيه للشباب اللي يحب يجي لامريكا، يعني عنده رغبه انه يجي لامريكا. يعني الانسان اللي يحب يجي لامريكا يعني الابواب مفتوحه، ولكن الابواب مفتوحه اذا كان عنده هدف. تمام. يعني اذا كان عنده هدف دراسه يعني اهلا وسهلا، يعني دراسه موجوده والحمد لله، يعني فيه مستوى وفيه يعني تدريس يعني موجه. اوكي. يعني موجه. يعني اول شيء اقول بصراحه يعني الانسان لابد يكون عنده كاركتر، يعني الشخصيه تكون تاعو قويه، شخصيه قويه وعارف هو عايز يعمل ايه، وعنده يعني هدف. هدف يعني الهدف، اذا ما عندك هدف تجلس في مكانك. صحيح. تجلس في مكانك، لان اذا بدك فلوس، يعني اذا كان عندك هدف في الفلوس موجود بالفلوس في بلداننا. صحيح. يعني تشتغل فقط. تمام. لكن اذا كان عندك هدف دراسه لابد تكون يعني كونسنتريتد، ما تعرف يعني كويس جدا. يعني محطة. تمام. يعني احنا كنا اتكلمنا في بعض الفيديوهات على حاجه اسمها كالتشر شوك بتحصل للواحد العربي بالذات اول ما يجي. هذا طبيعي. تبص تلاقي ايه ده، واتس اب، مش العربي فقط. كل انسان يجي لامريكا تفتح له بيسموه عندنا في مصر بتندهوا النداهه. حتى الاجانب يعني تكلمت كثير مع الاجانب، يعني الفرنسيين، البلج، يعني الالمان، حتى الالمانيين كلهم يمروا على مرحله يعني الشوك، لان انت رايح من مرحله بطء الى مرحله سرعه. ليش؟ وش مقصد بنا؟ الحياه هنا كل ساعه. شفت انا بشتغل يعني اليوم 13 ساعه. انا طبعا بشكرك على فكره. بص انا جيت للدكتور سعيد الصبح، الساعه كان 9 الصبح، كنت لسه ماسك الشغل يعني. عايز اقول لكم استنيته يعتبر 13 ساعه دوشوا. دكتور هتخلص امتى؟ لغايه ما خلصنا طبعا ممنوع نصور، هو شغال في السي في اس، ممنوع نصور جوه، فاضطرينا ان احنا نقعد في كافيه عشان نصور. تمام يا دكتور. انا طبعا عايز اسال حضرتك بالنسبه لقانون مزاوله المهنه الصيدله في امريكا، يا ريت تعرفنا اكتر بقانون المزاوله هنا شكله عامل ازاي. اعطيك فكره على الدراسه. تمام. كم دراسه يعني كم سنه؟ اوكي. هنا دراسه لابد تكون عندك 6 سنوات. 6 سنوات صيدله. 6 سنوات. تمام. يعني تستعمل بري فارماسي وهي سنتين، وبعدين تروح اليونيفرستي في 4 سنوات حتى تحصل. لما تحصل على الشهاده تاع الفارماسيست من اليونيفرستي يعني جامعه، انت مش فارماسيست، مش ممكن تشتغل. لابد تعدي على امتحانات، يعني تمر على امتحانات وهي كما تعرف نابلكس. بعد ما تحصل على نابلكس مش ممكن تشتغل، لان كل منطقه، كل ستيت في امريكا عندها انذر اكزام، يعني امتحان. يعني انا يطلع عيني 6 سنين صيدله وبعدين كمان يمتحنوني 6 سنين ومش ممكن تشتغل اذا ما اخذت نابلكس. اذا ما اخذت نابلكس 6 سنوات راحوا فلاش. راحوا في الميه. تمام. 6 سنوات وبعدين لابد تحصل على النابلكس، هو انترناشونال اكزام، انترناشونال امريكان. اوكي. وبعدين تحصل على ستيت اذا بدك تشتغل، اذا كنت يعني عندك رغبه انك تشتغل في امريكا.
لابد يبقى لازم تحصل تلاقي على الستيت. امتحان تأسيس جاستس يعني اللي هو اللي هو قانون قانون اللي احنا بنتكلم عنه، قانون مزاوله المهنه مثلا في فيرجينيا، قانون مزاوله المهنه في نيويورك. كل ستيت عندها قوانين خاصه بها، تمام. فيها خاصه بها، وفيهم كذلك فيهم القانون الستيت والقانون الفيدرال. اوكي. القانون الفيدرال فيهم اشياء يعني كلهم عندهم نفس تمام. يبقى القانون هنا بيتقسم لحاجتين، قانون فيدرالي اللي هو القانون بتاع كل الولايات، لان هنا هو اتحاد فيدرالي، وقانون ستيت اللي هو ولايه خاص بولايه. لكن خلينا نقول الشكل العام اللي هو القوانين العامه هي بتاعت الفيدرالي، والقانون السبيسيفيك كل ستيت ليه قانون. خلينا نقف عند هنا لان احنا عندنا 5 دقائق وده الجزء الاول بتاعنا، ونرجع ان شاء الله على الجزء الثاني نتكلم على القانون شكله عامل ازاي هنا في امريكا. شكرا يا دكتور. كيف اتفضل. كيف ناخذ alright.